بص قدامك كنت ماشي، فبرد عليه انت اللي خبطت فيا. مستعد لاخبى رد في التاريخ يا عزيزي، ولكن لازم المغامر يكون قادر يتفادى ده. ثواني، مش انت الراجل اللي بتبيع فاكهه في السوق دايما؟ مكانك مش هنا. فايه اللي بتعمله في النقابه؟ تيجي قايله ويقول لها لايت يلا بينا من هنا، انا مليت. اه يا كلب، ازاي تديني ظهرك؟ ويهجم بسلاحه، ولكن لايت بيصدها بسهوله، وهم مصدومين لانه صد هجمه جين. السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ جيت لكم بيني جديد على جديده. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي على النبي، تضرب ختنا، تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا. يبدا الانمي بتاعنا وبنعرف ان المهارات هي قدرات خاصه تكتسبها عن طريق فواكه. ايوه يا عزيزي، انا اكلت واحده منها كانت بطعم التفاح وكسبت مهاره الكسل، واديك ملاحظ في الفيديوهات. المهم بنشوف اتنين ماشيين مع بعض، بنت بتقول لايت حابب انهي مهاره تكون عندك؟ بصي انا مش طماع، كل اللي طالبه مهاره جامده زي السيف المزدوج او ابقى سريع، يعني من الاخر عايز مهاره من النوع القتالي. وماله يا حبيبي، حقك، ما انت البطل. انا بس كل اللي طالبه ان ابقى مغامر. معلومه خطيره يا شباب لازم تعرفوها، بنت اسمها رينا وهي صديقه طفولته. انا بس قلت لحد يحبها زيي، بيقول لها ايه هي المهاره اللي انت حباها؟ والله بتمنى يكون عندي مهاره من النوع القتالي برضه. شكلها بتلمح. في الحاله دي نغامر مع بعض، ولكن محدش بيكون عارف المهاره اللي هيكتسبها الا بعد ما ياكل الفاكهه. بيوصلوا المكان وبتكون متوتره، ولكن بيطمنها وبيقول لها ما تلاقيش معاك راجل. ده شكل واحد متوقع ان احلامه هتحقق بسهوله. معلش يا عزيزي، هنطلع بالزمن 3 شهور قدام وبنشوفه بقى مزارع وفرحان علشان تمشي بعد كده ورا احلام مش بتاكل عيش. ولكن هو اقتنع انه بعيد عن انه يبقى مغامر، وده كله بسبب المهاره اللي حصل عليها. نرجع فلاش باك لما وصل المكان. ست الغفر بتقول واكل المهارات اللي انتوا ناويين تاكلوها هتقرر المهنه المناسبه ليك حسب المهاره. تخيل يا عزيزي مستقبلك متوقف على فاكهه، ولكن في قاعده لازم تعرفوها، لازم تاكلوا فاكهه المهارات مره واحده بس في حياتكم. انك لو اكلت واحده زياده هتتسمم وتموت. اصلا شافك اللي بتقول ناكل اكتر من واحده، تقول لك ناس غبيه حاولوا ياكلوا الفاكهه تاني، فاتكلوا على الله. وده لانهم ما رضيوش بالمهاره اللي حصلوا عليها. لايت انت تعرف الكلام ده اكيد، مفيش حد عايز يبقى مغامر ما يعرفش المعلومه المهمه ديت. اي مغامر مشهور بيكون عنده مهاره قويه جدا، وانا عايز ابقى زيهم. ودلوقتي يلا عشان تاكلوا الفاكهه، يلا اجمدي كده وكلي وهتبقي كويسه. بقول لك معاكي راجل وبتتقدم وتاكل واحده وتحس ان جسمها هيولع، ولكن ده طبيعي. تكتسب مهاره سيده السيف. وكل مصدوم انا مش مصدقها عيني، انت واحده من المختارين. بيقول لها لايت استنى نشوف هيطلع لي ايه، وبياكل الفاكهه بكل ثقه اكنها تطلع مهاره قويه. بتقول له سيده الغفر مهارتك هي سيد الفواكه. بياخد الصدمه لدرجه انه ما يقدرش يتكلم. يعني اخرك تحصد فاكهه كتير وكمان تقلل وقت الزراعه؟ مستحيل، ده انا كنت عايز ابقى مغامر، ما ينفعش اجرب تاني؟ اكيد لا. حابب تموت ولا ايه؟ تيجي لنا وتطمنه، انا كمان هزرع الفواكه معاك. بقول لك ايه، ما تجننيش. البنت اتصدمت لما سيده الغفر قلبت وشها. مهارتك مش بتظهر الا مره كل 10 سنين، علشان كده لازم تبقى مغامره عشان بلدك. ودلوقتي هتروح للمدينه الحصينه، مفهوم؟ والبنت بتوافق وبتنادي عليه وتقول له استناك، ده بتاع فاكهه يا بنتي، يعني اخره يبقى تاجر. معلش يا صاحبي، شوف لك سيد سيدها. نرجع بقى للوقت الحالي. يلا يا حبيبتي اكبري عشان ابيعك واكسب فلوس. وبعد لما يبيع الفاكهه يقول انا اقدر اكسب اكتر لو استعملت مهارتي على الخضار كمان. فعلا انا حسيت ان جواك بذر التاجر. وهو راجع بيعدي على النقابه بيلاحظ انها اترقت لرتبه اس وقته قليل. قال هستناك، ده في الاحلام. للاسف الفجوه اللي بيننا تزداد يوم عن يوم، ولكن بيحاولوا بيتدرب بالسيف على امل يوصل لمستواها بدون مهاره. ولكن ما يضرب جذع الشجره جسمه بيتكهرب وبيقع على الارض ويقول بكل يأس اكيد لينا نسيتني دلوقتي. بتيجي بنت وتديله ميه يشرب، وبنعرف ان اسمها ايلا لان زعيم القريه اجبره انه يخليها تعيش معاه. محبش يعرف تفاصيل ملوش دخل فيها، ومن ساعتها هما بيساعدوا بعض ويقسموا الشغل بينهم. وبعدها بيرجعوا البيت علشان يتعشوا، وهما بياكلوا بتسألوا ايه اخبار الحصاد معاك، فبيرد عليها كويس، وخاصة فواكه المهارات، لاني بدأت اركز على زراعتها اخر فترة، وفكرت كمان احوش فلوس علشان اقدر اشتري سيف كويس. فهمتك. على العموم انا فصلت فواكه المهارات لوحدها في الصناديق دي، وتاكليها من غير اذني مهما حصل. فبتصدم لما تسمع الكلام وتقول له ولكن استخدمت شويه من الفواكه علشان اعمل الشوربه دي. ما عندكش مانع صح؟ بتقولي ايه يا مجنونه؟ حطيتي فواكه المهارات في الاكل؟ ايوه لان حسيتها تنفع. لا بجد خلص عليه، دي دماغها في حته تانية. ويفتكر ساعتها كلام سيده الغفر، تبدا الاعراض تظهر عليه ويحس بحراره كبيره في جسمه. سيد لايت مالك؟ ده كويس؟ ايلا انا اسف، دي غلطتي لاني ما قلتلكيش انا فواكه المهارات. ولكن بيقوم عادي مستغرب وانا ليه ما متش، وبيحس بصداع. وبعدها بيحصل على مهاره سيد السيف، وبننتقل بعدها لسيده الغفر. شكلها حست بحاجه بتحصل وتقول ما كنتش متوقع ده يحصل. نرجع لبطلنا بيقول هو انا الوحيد اللي عندي الميزه ديت؟ وبعدها ايلا دماغها بتصدع وبتحس بحراره في جسمها لانها تحصل على المهاره لاول مره. ده لانك كلتي فاكهه المهارات. ايلا انت كويسه؟ وتقول ان مهاره سيد الفواكه بتخليك محصن ضد سموم اي فاكهه. بيستغرب ويقول لها عرفت ازاي؟ معرفش، لما بصيت لك لقيت كلام بيظهر قدامي. وكمان عندك مهاره غير سيد الفواكه. وبتقول ان مهاره سيد السيف بتزود قوتك الهجوميه بشكل ملحوظ لما تمسك سيف، وكمان بتزداد مقاومتك للسحر. بيقول جواه شكلها حصلت على مهاره تقييم. بيطلع من البيت بسرعه ويروح الغابه علشان يجرب المهاره الجديده، وفعلا بيتاكد من المهاره لما بيقطع جذع الشجره بسهوله ويبقى فرحان لانه الشخص الوحيد اللي عنده مهارتين. بننتقل بعد كده للمدينه وبنشوف ايلا بتبص للبيتزا وعايزه تجربها. ده العيش الممنوع من الاكل، بس برضه يا شباب اكل البيت مفيش احلى منه. بيقول لها
لايت يلا يا بنتي، هو احنا معانا فلوس؟ وبعدها بيروحوا للنقابة وبيكونوا مبهورين بالمكان. شكلك سعيد لأنك هنا. أيوة، لأني كنت بحلم إن أجي المكان ده. بيشوفوا المهام المعروضة، ولاد بيقول لها لما تهزمي الوحوش تاخدي مكافأة. بعدها تضطر تشتري المعدات، تاكل أكل حلو. بيقول جواه ولكن أنا ما جيتش لهنا عشان أكسب فلوس بس، ولكن عشان أشوف مهارة جديدة هتساعدني إزاي في المعارك الحقيقية، وأتمنى أقابل لينا تاني. أيلا اقعدي هنا وما تتحركيش لما آخد مهمة وأجيلك. يلا أنا رايح مكتب الاستقبال. وهي بتستغل الوقت إنها تقيم مهارات المغامرين عشان تكون مفيدة للايت. وهي بتقيم المهارات أنهي المفيدة وأنهي الوحشة. بنلاحظ إن واحد بيقول للايت بص قدامك وأنت ماشي، فبيرد عليه أنت اللي خبطت فيا. مستعد لأخبى رد في التاريخ يا عزيزي، ولكن لازم المغامر يكون قادر يتفادى ده. ثواني، مش أنت الراجل اللي بتبيع فاكهة في السوق دايما؟ مكانك مش هنا. فإيه اللي بتعمله في النقابة؟ تيجي ايلا ويقول لها لايت يلا بينا من هنا، أنا مليت. يا كلب إزاي تديني ظهرك؟ ويهجم بسلاحه، ولكن لايت بيصدها بسهولة. وهم مصدومين لأنه صد هجمة جين. وصاحبنا في العالم الموازي بيقول إن حمل السيف بيحسن برضه ردة الفعل. أعديها لك المرة دي لأنك ضعيف. صحابه بيقولوا له بلاش نضيع وقتنا عليه، يلا بينا من هنا ونشوف مهمتنا. اسمع كلام صحابك بدل ما بدل يا وحش الكون. والفعل بعدها بيمشوا من المكان. ولايت بيقول لآيلا يلا بينا احنا عشان معايا مهمة طازة طالعة من الفرن ونروح نخلصها. لما يوصلوا المكان لايت بيقول لها المكان ده خطير عليك، علشان كده خليك ورايا. آيلا بتلاحظ وحش وبتشاور للايت، وبيطلع الوحش سلايم. كالعادة كل بطل لازم يواجه سلايم في أول معركة ليه. بتقوله لكن السلايم ده عنده دفاع أعلى من الباقي، وبيطلع السيف بتاعه ويبدأ يهجم عليه ويقطعه نصين بسهولة. أنا مندهش من قوة المهارة، ولكن لازم أتعلم إزاي أتحكم في قوتي. وتقول له لكن أنا مش مبسوطة لأننا قتلناه. وبيقول لها ولكن نقدر نشتري 10 فطاير بيتزا مقابل قتله. وساعتها بتتحول لسفاحة وتقول أنا جاهز أقتله. بنشوف واحد بيصيح وبيقول كان المفروض أول مهمة لينا تبقى سهلة، إيه اللي بيعملوا غول هنا؟ وبعدها بيحاول الغول يخلص عليهم. إحنا ما عندناش فرصة قدام الغول ده. صاحبنا بينادي من بعيد يا شباب أنتوا كويسين؟ إيه ده الواد بتاع النقابة. بيضحك جين أول ما شافه، وبيكونوا رايحين ناحية بطننا وساحبين الغول معاهم. إيه ده غول؟ المفروض ما يكونش في المنطقة دي. أخلي الوحش يخلص عليك يا غبي. وبيجروا من المكان. نهارك سعيد، ممكن نتعرف؟ الحالة دي ما عنديش خيار تاني. ويطلع السيف وبيقول ان هزم الغول هتكون بداية جامدة في مسيرتي كمغامر. وبيعرف يتفادى ضربة الغول. ايلا بتقول له خلي بالك لان مهارة سيد السيف مش بتزود من دفاعك الجسدي، فلو ضربة جت فيك هتموت. انا عايز ابقى اقوى مغامر في التاريخ، علشان كده لازم اعدي المحنة دي واهزم الغول. وبعدها بيكسر عصاية الغول. ودلوقتي اسلوب سيد السيف تقطيع الشيطان، وبيخلص عليه وبيكون فرحان. وده كله كان بيراقبه فريق جين من بعيد مش مستوعبين اللي حصل. وبيسلم سلايم وقرن الغول النقابة. الموظفة مش مصدقة اللي حصل، ولكن بيقول لها تيم جين احنا شفنا اللي حصل بعينينا وبنشهد على الكلام ده وانقذ حياتنا كمان، صح ولا إيه يا جين؟ مغامر جبان صحيح. بتقول له ثواني اجيب الفلوس. معلش صعب تصدق المبتدئ هزم غول. بيسمعوا دوشه وبتكون فرقه من الرتبه اس، ويقولوا نجمه الفرقه من الرتبه اس لينا. معلش يا باشا عديني ثواني كده. وبينادي على لينا انا فرحان اني شفتك من تاني. بتبص له وهي مش مهتمه، فبيستغرب لما شافها كده. وبتقول له تقريبا اتلخبطت بيني وبين حد تاني. في النهايه بنشوف سيده الغفر بتقول انا حسيت بتهديد. فبتقول لها تهديد ايه؟ ظهر تهديد جديد يقدر يأثر على العالم. وبس يا عزيزي الحلقه خلصت. كل اللي هتعمله دلوقتي تصلي على النبي وتعمل لايك عشان ما يروحش موجود على الارض. واشوفكم في رعايه الله. سلام.